الدنيا مقلوبة، الحق ده الكابتن شوبير طالع يقول ان رمضان صبحي عايز يرجع تاني الاهلي، ده بيقول انه هيعتذر، ده هيمضي على بياض، ده هياخد اللي النادي هيقوله عليه. انا قلت ابدا لازم اجيب للمتابعين الخبر اليقين واسمعهم كلام الكابتن شوبير بالظبط. بص يا سيدي، الكابتن شوبير قال بالنص ان رمضان بيفكر في الاحتراف الخارجي لانه شايف ان موضوعه مع الاهلي مقفول، وابتدى يكون في نبرة في صوته حنينة كده. ده رمضان اهلاوي بس محترف في بيراميدز، ده رمضان كان صغير ساعتها ومش فاهم، ده رمضان حسبها ماديا وكان معاه حق وقتها. بقول لكم ايه، ما تيجوا نشوف. رمضان صبحي لسه عقده مستمر مع بيراميدز، لكن رمضان الان بدأ تفكيره يبقى اكتر في موضوع الاحتراف الخارجي، لانه هو خلاص شاف ان سكة النادي الاهلي مغلقة بالضبة والمفتاح. وانا يعني هحكيها لك بالظبط قصة رمضان. يعني رمضان صغير في السن وكان معشوق لجماهير النادي الاهلي، وهو عارف ده كويس جدا، وهو كان بيحب النادي الاهلي جدا، ورمضان اهلاوي بالتاكيد، لكنه دلوقتي هو محترف بيلعب مع بيراميدز. لما حصل في موضوع التجديد ما التجديد والاهلي خلص كل حاجه مع هيدرسفيلد وبتاع، فاجئ رمضان الجميع انه راح نادي بيراميدز. فهو حسبها ساعتها انه حسبه ماديه، وعلى فكره معاه كل الحق. يعني انت بتقول يا كابتن، ايوه هو حسبها كده، هو حساباته كانت كده. كان ساعتها لسه عاشور ماشي، وقبليه فتحي، وقبليه شريف اكرامي، فقعدت بقى يعني يحسبها، طب ما انا ممكن يحصل فيا، وانتوا عارفين الدماغ بتبقى عامله ازاي. وانا قلت كتير جدا انه احيانا المجد بيجيب فلوس اكتر، والبطولات بتجيب فلوس اكتر، ووجودك في منتخب بلادك لكن رمضان ساعتها السن صغير، من السهل التأثير عليه. لما بيقعد معاه واحد يفاوضه، بص رمضان وهيدفعوا كام ويخلوا كام، وشوف النادي الاهلي ومشى مين وعمل مين والاسماء الكبيره وعلى مدار التاريخ طبعا بيفضل بقى ما هو واحد بيحل بضاعه. فرمضان تأثر، والنادي الاهلي قال له قدامك ساعه. يعني الاهلي ما فتحش بقى مثلا الباب، قال له قدامك ساعه ترد علينا ولا لا. فقال بيراميدز، فمشت القصه في الاتجاه ده. وانا الحقيقه ضد القسوه الشديده اللي على رمضان، اللي شغاله صبح وظهر وليل دي. يعني من وجهه نظري حرام، كان في البدايه وخلاص بقى، لكنه الجمهور ما تقدرش تقول له. حضرتك يا كابتن بتسأل ليه القسوة على رمضان صبحي؟ نرجع بالزمن كده لما رمضان صبحي ساب الاهلي. هو ساب الاهلي ازاي؟ والطريقة كانت عاملة ازاي؟ بلاش طريقته كانت ازاي وكلامه في الاعلام. اقولك على حاجة، فاكر الفيديو اللي كان بيعلن فيه عن انتقاله لبيراميدز؟ فاكر بقى الحركة اللي عملها في الفيديو؟ استنى هفكر حضرتك. ها، ايه رأي حضرتك في الفيديو والحركة اللي عملها؟ لا استنى، هفكر حضرتك برأي حضرتك في الموضوع ده. يعني رأي حضرتك وقتها زمان انه الكلام ده ما يصحش انه يحصل. حاول اشوف اللي رمضان قاله انه قصه هس دي، لكنه حتى لو كانت لازمه يا رمضان ليك ما كان لها لازمه دلوقتي. ما انا شايفها مش مقبوله، ده وجهه نظري يعني. يلا بينا نكمل باقي كلام كابتن شوبير. فرمضان فكرته الاولى انه يحترف، وانه بيبحث عن عقد احتراف او عن عرض احتراف خارجي. طبعا الامور ما بقتش زي الاول. رمضان في طلعته كان كسر الدنيا، وانا على يقين ان رمضان من احسن اللعيبه اللي انجبتهم مصر. يمكن الظروف في بيراميدز، الحوافز والدوافع ما بتشجعش على الفوز ببطولات، لكنه نادي مستقر ماديا واداريا وفنيا وهكذا يعني. فرمضان فكره الاول انه يخرج بره الى الاحتراف. لو بعد نهايه عقده الامور انفرجت مع النادي الاهلي، وكل شيء وارد في الحياه، لو حدث ده بص وانت مغمض رمضان يرجع للنادي الاهلي. انا بقول كلام تقيل شويه، بس بقول كلام انا عارفه يعني. في حاله اي انفراجه من النادي الاهلي تجاه رمضان صبحي، تاكد ان رمضان هيروح النادي الاهلي، والمره دي ممكن يوقع على بياض ويقول لهم هاتوا الرقم اللي انتوا عايزينه. حلو كده؟ طيب ما حصلتش وما جاش عقد اوروبي. لو الزمالك تفاوض مع رمضان في نهايه بقى مده عقده خلاص هيبقى ما قداموش الا كده، الا اذا بيراميدز بدا ياخد بطولات. خلي بالك بس من الكلام اللي انا بقول، انا هنا بقى بقول لك جزء من معلومات وجزء يعني معلومه الاحتراف الخارجي وكده، ده عايز رمضان ده معلومه. الباقي ده كله بقى انا بقول لك استنتاج، انه يرجع النادي الاهلي، انه الزمالك ممكن يفتح معاه تفاوض، ده استنتاج مني انا.
لا حوار مع حد ولا محتاج، ده حوار مع نفسي وبناء على خبراتي وبناء على يعني مش معلوماتي، ممكن تقول جزء من معلوماتي يعني انه ده ممكن يحصل يعني. ده بالنسبه لرمضان صبحي. لكنه رمضان تفكيره الاول الاحتراف، تفكيره قبل الاول النادي الاهلي، تفكيره اللي بعد كده نادي الزمالك، الا اذا بيراميدز بدا ياخد بطولات. لو بدا ياخد بطولات هو خلاص هيستقر يبقى مبسوط في بيراميدز. بص يا كابتن شوبير، حضرتك سيد العارفين وعارف اكتر مننا ان اللي بيسيب الاهلي بمشكله صعب جدا يرجع له، والامثله كتير. الكابتن مثلا عصام الحضري بكل تاريخه اللي عمله مع الاهلي عارف يرجع تاني. الكابتن ابراهيم سعيد، الكابتن سليماني كوليبالي، الكابتن حسام عاشور. الامثله كتير قوي يا كابتن. مهما كان تاريخهم لو غلطت لازم تتحمل نتيجه غلطك. وبعدين كلام حضرتك صح جدا في حته معينه. لو رمضان صبحي عايز يروح احتراف يروح، عايز يروح نادي الزمالك يروح، عايز يروح اي نادي في الكوكب وماله، هو حر، دي حقيقة. بس الا النادي الاهلي ده سيستم يا كابتن، سيستم. وكمان حضرتك تضمنه منين ان هو بعد ما يرجع الاهلي ما يكررش نفس الغلطة دي تاني؟ ممكن يبيعك لتاني مرة للي يدفع اكتر، واللي يعملها مرة يعملها 1000 مرة، لان ده طبعه بيروح للي يدفع. وعلى رأي المثل، عملنا وما تمرش وغلطة وما تتكررش. سلام.